العاشرة تماما بتوقيت أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. المحميات في أقليم شمال البحر الأحمر توجد في وضع جيد. دورة لكوادر شباب الجبهة في الولايات المتحدة الأمريكية. دعم حكومي وأهلي لأسر الشهداء والمحتاجين في مديرية حقاد. مقاتلون مدعومون من تركيا يشتبكون مع قوات كردية بشمال سوريا. الصين تتعقب سفينة حربية أمريكية في مضيق تايوان. والولايات المتحدة تتهم روسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية على شبكاتها الحكومية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت يوم أمس 19 من ديسمبر أظهرت إصابة 13 مواطن بفيروس كورونا في مراكز العزل بالإقليم الأوسط. وكان 4 من المصابين بفيروس كورونا قدموا من أوغندا عن طريق الرحلات الجوية خلال الأسبوع الماضي، وكانوا في مركز العزل بالإقليم الأوسط، فيما تأكدت إصابة 9 الآخرين من أسمرة وليس لهم أي صلة بالسفر. ونتيجة لاستمرار تدفق المواطنين بطريقة غير نظامية، بلغ عدد المواطنين العائدين من دول إثيوبيا والسودان وجيبوتي إلى البلاد 26,893 شخص. في غضون ذلك شفي 8 مرضى بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط، وتم تسريحهم إلى منازلهم. بهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 754 شفي منهم 580، ويتلقى 174 مصاب الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 19 من ديسمبر 2020. في إطار اللقاء المنعقد في 18 من ديسمبر لتقييم أوضاع المراعي الوطنية، أوضح بأن المحميات في جنوب وشمال أقليم البحر الأحمر توجد في وضع جيد. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم النقيب طهي تخلاي الجهود الجارية لمكافحة أعمال الفحم غير القانونية المتسببة في اقتلاع الثروة الغابية ظلت تحقق نتائج جيدة، مشيرا إلى اتخاذ خطوات قانونية على 136 شخصا قاموا بقطع الأشجار والقبض على 116 شاحنة محملة بالفحم والحطب المنتج بطريقة غير قانونية. وتحدث النقيب طهي عن مشتلي الجندع ومحبر ودورهما في برامج التشجير أنهما يساهمان بفعالية نتيجة للتحسينات اللازمة الجارية لها، فيما تجري تحسينات ضرورية على مشاتل أفعبت ومصوع ونقفة. وذكر صعوبة حماية الغابات بالصورة المطلوبة دون تأمين الطاقة البديلة، داعيا الجهات المعنية البحث عن حل سريع. من جهته قال العقيد كفلاي هابتوم المدير التنفيذي لسلطة الغابات والحياة البرية أن حماية الثروة الغابية وتنمية الحياة البرية مسؤولية كافة المواطنين ولا تترك للسلطة فقط، مشيرا إلى أن السلطة ظلت تنشط في إقامة النقاط وتقوية القدرات البشرية واكتمال التسهيلات والتنسيق بين الجهات الشريكة لتوسيع أنشطتها وإنجاز أعمال فعالة ومهمة. هذا وتوجد في أقليم شمال البحر الأحمر محميات وطنية تغطي مساحة 107 هكتار، منها توجد المحميات التي تغطي مساحة 103 هكتار في مديرية جندع. نظمت دورة تثقيفية شارك فيها 60 من كوادر الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق تقنية الفيديو الافتراضي في الفترة من 5 وحتى 13 من ديسمبر الجاري. وكان الهدف من البرنامج الذي اشتمل على 12 عناوين رئيسية تنمية قدرات شبابية منتظمة بالتركيز على الوعي العالي وتعزيز دور شباب المهجرة في البرامج الوطنية.
وشهدت الدورة عقد سيمينارات آنية فيما يتعلق بمساهمة شباب المهجر المهنية في تنشيط التنمية الاقتصادية الإريترية في كافة عمليات إعمار البلاد وتقوية التنظيم وحملات التوعية عبر القدرات المهنية الإريترية في الخارج. كما شهدت جلسة نقاشية واسعة في العناوين المطروحة للنقاش. وفي الدورة التي انتظمت بالتعاون مع وزارة الإعلام، قدم كبار المسؤولين في الجبهة ومن عاصمة أسمرة الشباب المهنيين الذين عادوا إلى البلاد بشكل نهائي من دول المهجر، وكذلك الشباب المقيمون في أمريكا قدموا سيمينارات واسعة. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها القائم بأعمال السفارة الإريترية سيد برهاني جبرهيوت، أوضح فيها دور واستشهاد الشباب الإريتري في نيل الحرية والاستقلال وحماية السيادة وإنجاح برامج إعادة الإعمار، معبرا عن ثقته التامة لتحمل الشباب في المرحلة الراهنة مسؤولية تاريخية ولازمة، ويعملون بوعي عالي وتنظيم قوي لإنجاز الأعمال المطلوبة. قدمت دورة تأهيلية ل200 من النساء القادمات من 4 مديريات بأقليم عنصبة حول التدبير المنزلي لإعداد غذاء متكامل بالاستفادة من البقوليات وخاصة الحمص الأخضر. المشاركات في الدورة المهنية المنتظمة عن طريق فرع وزارة الزراعة أتين من مديريات حلحل وقلب وعلى برعد وعتكليزان من أسر يزاولن النشاط الزراعي. وأوضحت مسؤول برنامج التدابير المنزلي في مكتب الزراعة بإقليم عنسبة السيدة سابا مسفن وضع برنامج لتوزيع الحمص الأخضر القني بالفوائد الغذائية المجرب إلى كافة مديريات الإقليم، موضحة أن الحمص الأخضر يحتوي على فوائد غذائية متكاملة خاصة بالأطفال في العمر ما بين 6 أشهر وسنة وكذلك للحوامل. من جهته قال مسؤول البذور في المكتب الشاب تسفى برهان حقوس إن البرنامج يهدف إلى زراعة المزارعين الحبوب والحمص بإدخال أسلوب البذور المزدوجة وحصاد الإنتاج مرتين خلال موسم واحد، فيما أن علف الحمص الأخضر يحتوي على فوائد غذائية مهمة للحيوان والتربة. وذكر أن الحمص الأخضر وزع العام الماضي ل38 مزارعا في مديريات عتكليزان وقلب وعلى برعد، وجرب في 4 هكتارات وأثمرت التجربة نتائج جيدة، منوها إلى أن تحمله الجفاف وحصاد الإنتاج خلال 2 شهر من ميزانية الإضافية. أفادت المعلومات الواردة من مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية حقات بأن المكتب قدم هذا العام مبلغ مالي قدره أكثر من 3 ملايين نقفة إعالة لأسر الشهداء. وأوضح مسؤول المكتب السيد سولومون محاري أن الحكومة والشعب يسعون جاهدين لمساعدة أسر الشهداء ورعاية الأيتام وغيرهم من الجهات المحتاجة، مشيرا إلى تقديم 70,000 نقفة مقدم من المواطنين في الداخل والخارج لأسر الشهداء المعنية في المديرية. في غضون ذلك أهل مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية حقادة خلال شهر نوفمبر الماضي 10 من رعايات الأيتام والمحتاجات بالماشية حسب اختياراتهم بقيمة 10,000 نقفة لكل منهم. استشهد المناضل قرميتس فاطيون الرشايدة نائب المدير التنفيذي لشركة باركا كانيريس في مؤسسة المواشي والغلال وعضو مجلس الأقليم الأوسط يوم أمس 19 من ديسمبر إثر مرض مفاجئ في عمر بلغ 66 عاما. والتحق المناضل قرميتس فاطيون رشايدة في صفوف القوات الشعبية لتحرير إريتريا في العام 1975 وخدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص من يوم التحاقه وحتى يوم استشهاده، حيث خدم حتى تحرير البلاد إلى جانب القوات الأمامية والوحدات الأخرى للحزب. وبعد الاستقلال في وزارتي الحكومات المحلية والتجارة والصناعة وكذلك في مركز الخدمات الجماهيرية والفنية لمفوضية المواشي والغلال.
المناضل جرماي تسفاتسيون رشايدة رب أسرة وأب ل3 أبناء. وقد وري جثمانه الثرى منتصف اليوم 20 من ديسمبر في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب مفوضية المواشي والغلال ومكتب مجلس الأقليم الأوسط عن بالغ حزنهم باستشهاد المناضل جرماي تسفاتيون رشايدة، وقدمت أحر تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه في العمل. مشاهدينا، هذه كانت أخبارنا المحلية، فصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. شن مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا هجمات على قوات كردية قرب مدينة عين عيسى في شمال سوريا، حيث تقوم قوات روسية وتركيا بدوريات مشتركة على طريق سريع رئيسي. وانتزعت القوات التركية وحلفائها من المسلحين السوريين السيطرة على أراضي في المنطقة في هجوم العام الماضي ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على مناطق بشمال وشرق سوريا. وأدان حلفاء أنقرة الغربيون على نطاق واسع هذا التوغل الذي توقف عندما توصلت تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع واشنطن وموسكو. وجرى الاتفاق مع موسكو على تسيير دوريات روسية تركية مشتركة. وتقع عين عيسى حيث اندلعت الاشتباكات أثناء الليل على طول الطريق السريع M4 الذي يربط بين المدن السورية الرئيسية، وتتم عادة عليه الدوريات الروسية التركية. قال الجيش الصيني إنه تعقب سفينة حربية أمريكية لدى مرورها من مضيق تايوان، مضيفا أن مثل هذه المهام ترسل نظرات غزل لمؤيدي استقلال تايوان. وقالت البحرية الأمريكية إن المدمرة USS ماستن المسلحة بصواريخ موجهة عبرت مضيق تايوان عبورا روتينيا يوم 19 من ديسمبر وفقا للقانون الدولي. وهذا هو الإبحار 12 للبحرية الأمريكية في المضيق هذا العام. وقال الجيش الصيني في بيان أصدرته قيادة المنطقة الشرقية إن قواته الجوية والبحرية تعقبت وراقبت السفينة خلال إبحارها. ويثير الدعم الأمريكي المتزايد للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا منها قضب بكين، ويشمل مبيعات السلاح وإبحار السفن الحربية في مضيق تايوان، مما يزيد من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكومية أمريكية عدة وأهدافا في كل أنحاء العالم أيضا. وكان بومبيو قد أشار سابقا إلى تورط موسكو في هذه الهجمات، مؤكدا أن الحكومة الروسية قامت بمحاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأمريكية. وجاء التهديد من هجوم استمر مدة طويلة يعتقد أنه شهد إدخال برمجيات خبيثة إلى شبكات حاسوبية باستخدام برنامج شبكة إدارة مشاريع طورته شركة سولار ويندز للتكنولوجيا ومقرها تكساس، في عملية تحمل بصمات هجوم منفذ من قبل دولة. ويقول خبراء الأمن الأمريكيين إن الهجمات الإلكترونية قد تسمح لمرتكبيها بالوصول بلا قيد إلى الأنظمة الحكومية الرئيسية وشبكات الطاقة الكهربائية والمرافق الأخرى. بدورها نفت روسيا أن تكون متورطة في العملية. تسبب حريق في وحدة للرعاية المركزة تعالج مرضى كوفيد-19 في مستشفى خاص في إقليم غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا في مقتل 8 حسب ما ذكر مكتب محافظة الإقليم. وقال المكتب في بيان إن الحريق نجم عن انفجار جهاز تنفس صناعي، مضيفا أنه تم نقل 11 مريضا آخر كانوا يتلقون العلاج في الوحدة إلى مستشفيات قريبة.
وقال مكتب الادعاء المحلي إن مهمة التحقيق في أسباب الانفجار أوكلت إلى 2 من ممثلي الادعاء في الإقليم. هذه كانت أخبارنا لهذا المساء، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.